4 مدرسين لو انت تابعتهم ثانوية عامة 2024 في مراجعاتك، فللأسف انت ممكن تشيل المادة، او لا قدر الله لا قدر الله ممكن تسقط. النهارده حلقة مهمة جدا جدا، واتمنى كل طالب ثانوية عامة عنده عقل يقدر يستوعب الكلام اللي انا اقوله في الحلقة ده. اتمنى يفهم كلامي كويس جدا جدا، علشان لا قدر الله لا قدر الله ما يضيعش الفرصة اللي جات له حد اتكلم معاه بحاجة زي كده ويرجع يندم بعدين. انت هتكون ان شاء الله نطاق ان انت توعي الطلبة اللي جاية باذن الله، والطلبه اللي قبلك بتوعيك. المدرسين اللي هتكلم عنهم دول انا ما عنديش اي حاجه او خلاف بيني وبينهم، بل انا يعني من طالب ثانويه عامه كنت الرابع على الجمهوريه، وكان عندي مدرسين بتابعهم على اليوتيوب ومدرسين بتابعهم اونلاين وكل الكلام ده. ما عنديش اي خلاف مع المدرسين دول، ولكن انا عايزه اوعيك ان انت لو وقعت في الفخ ده انت مش هتجيب مجموع كبير. وبكره هفكرك لو انت يعني اهملت النصيحه بتاعتي دي، وكل واحد ورايه اكيد في الاخر، ولكن انا بديك النصيحه النهارده من اخ لاخوك. يلا مع بعض نبدا الحلقه. السلام عليكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. معاكم احمد رفعت، وكنت رابع على الجمهوريه. القناه دي مخصصه للدراسه واساليب المذاكره والكليات، وبنتكلم عن حاجات كتيره جدا جدا خاصه بالتعليم. فلو انت مهتم اتمنى تشترك في القناه اللي ان شاء الله، لان الحاجات اللي جايه باذن الله هتعجبك جدا جدا. ونتكلم كمان عن المنح الدراسيه باذن الله قريب باذن الله. نتكلم النهارده عن المدرسين اللي هم واخدينها بيزنس او واخدينها تجاره، ان هم بيكسبوا فلوس من الطالب وخلاص على كده. طيب اول حد معانا انا مش هقول لك اسمه ولكن انت تعرفه. مدرس بيدي عدد ساعات مهول، عدد ساعات كبيره جدا 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 على اليوتيوب، مقسمها التعبير 7 ساعات، العربي، القراءه، النصوص، كل الكلام ده كله مقسمه لساعات معينة، عدد ساعات كبيرة جدا جدا. انت كطالب مجرد ما يعدي 10 دقايق بس من الفيديو انت بتفقد تركيزك نهائي، بتفقد حقيقي تركيزك جدا جدا جدا، وعقلك بيخش من منطقة مختلفة. تبدأ ان انت حسيت ان انت فهمت اللي هو شرحه ده لانك بصريا فهمته وعقليا فهمته، لكن لو جيت على ارض الامتحانات وجيت تحل انت مش هتعرف تحل حاجة، لانك انت عقلك الباطن هيأك ان انت اللي سمعته ده حقيقي فهمته. وانا شخصيا كده، يعني انا حتى في الكليه كمان في دكاتره بتنزل اساينمنت محلول بان هم بيتكلموا معانا كده، انا مجرد ما بتفرج على الفيديو ده بفهمه، ولكن اجي احل احس ان انا لا مش فاهم حاجه. فعقلك الباطن بيهيأ لك ان انت فهمت اول 10 دقائق دول. والطلبه اللي تقول لك احنا بنقسم الوقت، مجرد تقسيم الوقت نفس المشكله. ال10 دقائق اللي انت هتقسم فيهم الوقت مش هتفهمها بشكل كافي كونك ان انت طالب بشكل كافي، لانك انت لو انت حضرتك جبت كتاب حلو قوي، كتاب العربي بتاعك الجميل وكشكولك اللي انت بتذاكر فيه وورقه وقلم وشويه حاجات حلوين كده، كوبايه قهوه، وقعدت على المكتب كده وصليت ركعتين لربنا وبدات ان انت تذاكر بينك وبين نفسك بس، خير وبركه بشكل كبير جدا 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 من انت تضيع وقتك في مدرس بيشرح العربي مجزأه لعدد ساعات كبيره جدا جدا. الناس تقول لك العربي، طب ما العربي كبير. مش فكره ان العربي كبير او العربي صغير، فكره ان انت ربطت عقلك وربطت يعني انا اسف جدا، ربطت مستقبلك كله في ان انت تسمع العدد الساعات الكبير جدا ده من غير ما تبدا تذاكر، متضيع وقتك في ان انت تتفرج على فيديو من غير ما انت تطبق وتذاكر. فمهم جدا جدا يا جماعه مدرس اللغه العربيه ده مع احترامي الكامل ليه، اتمنى محدش ان هو يديله الاهتمام الكبير ان هو يرمي مستقبله على الفيديوهات دي. انت حضرتك خلصت تمام وراجعت وحليت امتحانات، عندك وقت فاضي ابدا اتفرج عليه براحتك جدا جدا، لكن انت تعتمد اعتماد كلي على المدرس ده والعربي على اليوتيوب من غير ما تذاكر، انت من غير ما انت اللي تبدا ان انت تفكر في السؤال وتفكر في الاجابه وتفكر في المعلومه بتيجي ازاي، انا اسف جدا هتضيع وقتك وتضيع مجهودك وتضيع السنه بتاعتك دي كلها وهتندم بعدين. فاتمنى مدرس العربي ده ما حدش يعني بشكل كبير براحتكم انتم اكيد، لان انا ما اقدرش ان انا امنعك من حاجه بشكل كلي، ولكن انا حبيت ان انا اوجهك لحاجه معينه جدا انت ممكن تكون غافل عنها. المذاكره الذاتيه مع نفسك هتخليك تبقى بيرفكت جدا جدا في اي ماده تقع منك. يلا وعد نبدا على المدرس التاني في ماده الجيولوجيا، وان هو اجر استاد كبير وعدد كبير جدا من الطلبه حتى لو هو فري. حضرتك يعني الوقت ومواصلاتك ومجهودك كل الكلام ده انت فهمت حاجه؟ انت قدرت تستوعب حاجه؟ هي الثانويه العامه دي حضرتك عباره عن لعبه، انت بتجرب المدرس ده وفرحان كده وبتعيش فعاليات
المذاكره، هو في اصلا حاجه اسمها فعاليات المذاكره اصلا. كونك ان انت تضيع الوقت ده كله في ان انت تروح لمدرس يشرح لك حاجه بين 4000 طالب، وطالب ده جنبك يتكلم وطالب يشتتك، بحس ان هي نوع من انواع الطلبه يا جماعه، الطلبه يا جماعه، الطلبه يعني. انا عارف ان المدرسين، لا اتمنى يكون حد من المدرسين بيتفرج عليا حاليا. الطلبه يا جماعه مش بيزنس، الطلبه مش تجاره. انت بتلعب على مستقبل طالب نفسه يخش كليه طب او هندسه او تجاره او ايا كان الكليه اللي بيخشها ايه. انت حضرتك عمال تعمل تسويق كبير جدا جدا للماده بتاعتك، بيكون ان انت هتجيب للطالب ده الفول مارك من غير ما يذاكر، ان يتفرج عليك بس. يعني ليه يعني ليه بجد؟ انا نفسي حد يجاوبني السؤال ده. واتمنى الناس اللي بتتفرج على النوع ده من الفيديوهات الطويله، او اللي بيروح الاستاد 4000 طالب عشان يشرح او يفهم ماده معينه، بيستفاد ايه؟ هل المعلومه بتثبت للدرجه دي؟ هل لما جه يحل عليها بقى خلاص ثبتت عنده للدرجه دي؟ فده شيء نوع من انواع الهمجيه للطلبه. اتمنى الطلبه توقف الموضوع ده، توقف الموضوع ده. زي ما انا اتكلمت، الساعتين اللي انت ممكن تقعد فيهم مع نفسك هتلم ربع المنهج، اكتر ما تبقى رايح على مكان مش هتستفاد منه بمعلومتين بس. اتمنى الناس تفهم كويس كلامي ده كويس جدا جدا. رقم 3، وانا مش هديك مدرس بعينه، ولكن هقول لك بشكل عام، مادة الاحياء. الناس اللي علم علوم، مادة الاحياء مادة فيها جدل كبير جدا جدا بين المدرسين وبين الدكاترة اللي بيشرحوا المادة على السوشيال ميديا او على اليوتيوب او على اونلاين او اي منصة تانية انت بتتابع عنها مدرس بيشرح الاحياء. في جدل كبير جدا جدا بين المدرس وبين الدكتور. الدكتور يقول لك دي المعلومه الستاندر الصح، والمدرس يقول لك لا، هي دي المعلومه الوزاريه الصح. طب اتابع مين؟ انا دلوقتي محتار بين الدكتور وبين المدرس، اتابع مين؟ انا نصيحتي الشخصيه تتابع المدرس. تتابع المدرس اللي هو واخد منهج الوزاره بيشرح من خلاله. المنهج الوزاري فيه اخطاء كبيره جدا جدا عن الستاندر الطبيعي لماده الاحياء او الماده الطبيه. انت بتدرس ماده طبيه متشعب منها حاجات كتيره جدا جدا، فالبيزكس اللي انت بتدرسه في ماده الاحياء هتدرسه في كليه الطب، وتعرف ان في حاجات كتيره جدا جدا مغلوطه. ولكن انت ما تتابعش دكتور بيشرح ماده الاحياء على اليوتيوب او على اي منصه تانية. انت تلتزم بالقرار الوزاري، ان هو انت تلتزم بالمدرس اللي جايب المنهج الوزاري ماشي عليه. احنا ما احناش في سباق او في جدل ان المعلومه دي صح والمعلومه دي غلط، لا، انا التزم بالمعلومه الوزاريه اللي جايه من الوزاره، لان من خلالها دي اللي بتصحح منها الاجابات. فانا مش في مجال ان انا اقول لك ده صح وده غلط، لا، انا عايزك تلتزم بمنهج الوزاره فقط. فنصيحتي الشخصيه تبدا تشوف المدرس اللي انت بتتابع منه، تتابع مع مدرس وتاخد المعلومه من مدرس موثوق فيه. اي مدرس موثوق فيه تتابع منه. لكن دكاتره الاحياء يا جماعه على عيننا وعلى راسنا كلهم طبعا، ولكن انا بتكلم في فكره المعلومه تبقى بس صح. فالمعلومه الصح تلتزم بمنهج الوزاره افضل بكتير جدا جدا. رقم 4، الانجليزي يا جماعه. ممنوع حد يتفرج على فيديوهات انجليزي. انا اسف جدا جدا، الانجليزي عباره عن ممارسه. الانجليزي عباره عن ايدك بتكتب وعقلك بيحفظ وبيفهم بيكتب ايه وبيعمل ايه. اي مدرس على اليوتيوب بيعمل منهج انجليزي اتفرج عليه في الاوقات اللي هي العاديه. انا اشجعك جدا جدا، هتستكشف معلومه جديده، هتستكشف كلمه جديده، قاعده انت ناسيها تستكشفها. ولكن الفتره الجايه دي الانجليزي بالتحديد محتاج منك ايدك وورقه وقلم، وتبدا تحل مع نفسك وتفهم السؤال مع نفسك. السؤال تفهمه مع نفسك، لان ماده الانجليزي يعني ماده كويسه وسهله وماده تقفيل وكل حاجه، ولكن الوقت بيخونك فيها في الامتحانات في المدرسه. فالانجليزي محتاج ان انت اللي تكتب وانت اللي تحل وانت اللي تذاكر الانجليزي مع نفسك. حتى مدرسين حاليا تمنع مدرسين اللغه الانجليزيه حاليا، انت مع نفسك بس تبدا ان انت تذاكر الانجليزي. وربنا يوفقكم يا ابطال، واشوفكم كده ان شاء الله كل واحد حقق حلمه بمجهوده كده وبتعبه كده، ويسجد شكر ربنا على النعمه اللي له. وربنا يوفقكم يا ابطال ان شاء الله، وانتوا قد التحدي وقد المسؤوليه، وربنا يوفقكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.